اما نشوف ستك عامله ايه ويودوا لها الرعراع. مش انت جايبه لها شم النسيم؟ اتفضلوا. اه عايزه لك قرن نشف يا ايه، نشف يا ايه، ما عادش تاكل يا ايه. شم النسيم يوم الاثنين مش يوم السبت. السبت النور يوم السبت. يوم الفرد. ازيك يا نسا ياسمين؟ اول العيد بتاع هقول قول الله يسلمك. انت خايفه تخرصي صوتك هيطلع. ياما انا جبت لك جلوين. هاتي يا بنت الشنطه. بس بصي جبته بصعوبه. استنوا. والله ينشف. وجبت لك سريس. جبت لك كاكا يا بابا. اتفضلي. ايوه كده. قولي لي ازاي تنجبري اي حاجه. افطري وادعي لي يا حاجه. وجبت لك عود رعرعه عشان شم النسيم. وعيدي معايا الذكريات بقى. انت كنت بتعملي فينا ايه في شم النسيم يوم؟ استني يا بيه. نملوا ميه من الفجر يوم شم النسيم ونجيبوا الرعراع دي ونعلقوه على الباب ومعاها بصل وورد. طب انا فاكره يما، انا فاكره، بس الكلام ده مش فاكره كان يوم شم النسيم ولا يوم الجمعه. يا بيه كان يوم الجمعه اللي قبل شم النسيم يما ولا يوم سبت النور؟ بصي يما، انتوا كنتوا بتخلونا نبيتوا بصل تحت المخده وتقولوا لنا قوموا بدري ارموه في البحر، صح؟ كان يوم ايه بقى؟ ما كانش غالي يا ياسمين، كان ببلاش. والله كانت ست الله يرحمها يقولوا لنا روحوا هاتوا بصل اخضر من الغيط وهاتوا رعراع. خدي يما كيسه. اوعي يا بنتي سيبك. خدي يما الكيسه اهي يما. انت زعلانه ليه؟ وفري نفسك يا ايه. احنا هناخد الدعوات بحالها وما انتش واخده ولا دعوه ولا دعوه. واخداها الليل الدعوات كلها رايحالي. زعلي. زعلت يوم انا جايبه لك شم النسيم. خايفانه هي المنتبهات يا اختي. كزبه على علي. كزبه على علي. يا ني تعبانه يا اي خدمه ياما. السنتر علي ومين مش عارفه علي ومين كده. كانت بنتي واخداها عشان تجيب فيها توت بس كلت التوت. رايحين فين يا ولاد؟ الفرح. ليه هو في فرح دلوقتي يا ولاد؟ بطلوا تعكوا في بيوت الناس. ده احنا مش فيران. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بصراحه اتشوقت. كنت البتاع اللي عندك ده. بصوا انتوا شايفين فين يا جماعه؟ انتوا شايفين الجوز القطط اللي فوق؟ جوزنا سنيس. جوزنا سنيس اسمها واحده نسناس اسمه مروه والنسناس التاني اسمه رفاع. وقع يا بيه. بصوا فوق التوته. كنت قاعده في البيت وبعدين قايله لكم ان انا نفسي يا جماعه اكل جبنه بيضه وقشطه وتوت ايه يا بنتي وبتاع ده اسمه ايه، فول اخضر. فالفول اصلا نشف يعني. احنا ما كلناش فول اخضر السنه دي. العيال فين يا ولاد؟ العيال فوق خالص. المهم اختي قالت لي تعالي اسرحي مشي رجليك وانا والله مش نهضه. اوعي تقعي يا بنت انت وهي. اوعي تقعي. انا كنت في سيدي سالم ورحت من سيدي سالم كفر الشيخ ووصلت شغل للناس وفي ارنبه منهم ماتت في الطريق وانا زعلت قوي. لسه عارفه دلوقتي اهو حالا. صاحبه الاوردر زعلانه وبعتت لي كانت ارنبه عشر تقيل. مع اني قلت لها خدي واحده تكون شباب، خدي واحده تكون لسه يعني مش عشر تقيل كده. قالت لي لا انا عايزه بنتي عايزه تفرح بيها فملهاش نصيب فيها. احاول اشوف لها واحده ربنا يعوضني ويعوضها خير يا رب. هتقع يا بنت انت وهي. بص انا مش شايفه العيال. المهم جيت لغايه اخد فول اخضر. فبنتي لقينا التوته بتاعت الناس جيراننا الله يرحم صاحبها والله يرحم اللي زارعها. طبعا دي الارض اللي قبل ارض ابويا الله يرحمه. دي الارض اللي كانت بتاعتنا هناك اللي فيها الغله ده والمانجا ديت اخويا الله يديه الصحه اللي كان زارعها. ودي كانت الارض بتاعتي. لما باجي هنا هو بزعل عشان بفتكر الذكريات الحلوه اللي كانت بيننا وبين ابويا وبين اخواتي. وبزعل قوي على اني بعت الارض بتاعتي
كنت بايعه الفدان ب370,000 او ب270,000، ما كانش لسه حصل 300. دي المانجايتين اللي محمد الله يصلح حاله زارعهم، ودي الرمانه كان ابويا اللي زارعها. وكان هنا شجره تانية ودي رمانه برضو. كان هنا شجره تانية انا كنت زرعاها بس مش عارفه هي راحت فين. وكان في شجره كمان كان ابويا الله يرحمه جايب من السعوديه تقاوي كده، واكتشفت في الاخر ان ديت شجره فستق. كان جايب فستق من السعوديه وزرعته، ما كانش عارف هي ايه، كان بيقول انا ما اعرفش الشجره دي بياكلوها الهنود هناك. فالمهم جاب منها كانت بتطلع قرون كده، بعد كده انا اكتشفت ان هو ايه، فستق. دي كانت الارض بتاعتي. لما جيت من شويه وافتكرتها وشفتها من حي، انا ما قلت حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلاني بعتها. النهارده عارفين الفدان بكام؟ انا كنت بايعه الفدان من سعر 270,000، الفدان النهارده ب3 مليون. 3 مليون عشان اعرف اشتري ايراد؟ لا مش هعرف اشتري ايراد. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. المهم ان انا كنت جايه اصور معاكم فيديو حلو، اجيب فول وعاملين شويه قشطه وشويه جبنه في البيت. بس والله العظيم انا انغميت جدا عشان الارنبه اللي ماتت ديت. بس ان شاء الله يصير خير ان شاء الله ان شاء الله. بس المشكله ان هي كانت عايزه حاجه على وش ولاده عشان بنوتتها تفرح بيها، فربنا موجود ان شاء الله. يلا يا مروه، يلا يا روفان، امشي واسيبكم؟ ما هو انتوا لا، ما فيش واحده تقول اه وواحده تقول لا. ما انا لو مشيت وسبتكم واحده منكم وقعت هتقع تنكسر، وانتوا اصلا ما انتوش باينين على الشجره فوق. طب يلا عشان انا، طيب ماشي يلا عشان انزلكم. يلا يا جماعه هنزلهم عشان اروح اجيب شويه فول عشان اروح، عشان انا صايم. بلدنا جميله والله، صح؟ هو المنظر كده تحس ان كده ان انت ماشيه على الكورنيش، خضره من هنا وخضره من هنا والطريق في النص والدنيا تمام. بس على المشوار اللي انا مشيته والهبطان اللي انا هبطاناه وماشيه جري في رجليا ديت، لا مش على كورنيش ولا على حاجه خالص. ده انا عايزه بتقولي ايه؟ جايبه رعرع عشان شم النسيم عشان تعلقه قدام البيت. تعلقي بقى من دلوقتي. انا مش عارفه هما بيعلقوا ليه، بقول لها واحنا صغيرين كانت ستي الله يديها الصحه، وستي انا الله يرحمها كانت تيجي يوم الجمعه وتقول لنا اسرحوا الغيط، هاتوا بصل اخضر من الغيط يوم الجمعه اللي هيبقى صباح بقى السبت. انا ما اعرفش العادات والتقاليد دي كانت عند الناس بحالها ولا عندنا بس، كانت جدتي الله يرحمها بتعمل معانا كده. كانت تقول لنا ايه، النهارده الجمعه يا ولاد، واحنا صغيرين زي روفان كده انا فاكراها ما بنساهاش، روحوا الغيط هاتوا بصل من الغيط. نروح نجيب بصل اخضر ياما، عشان طبعا بنبقوا عاملين فسيخ كتير، كانت العيله كبيره وكنا بنعمله فسيخ كتير، فبصل بقى ناكل فسيخ بيه، وبصل تاني كل واحده تحط بصلايه تحت مخدتها وهي رايحه تنام. كنا نيجي بالليل انا احط تحت راسي بصلايه تحت المخده، واختي وابن عمي وبنت عمي، كل اطفال العيله وشباب العيله كل واحد يحط بصلايته تحت مخدته. اللي كان بيعمل كده يقول لي، عشان احنا كنا بنعمل كده بصراحه. الكلام ده يوم الجمعه اللي هيبقى صباح السبت، فيوم الجمعه ده نبيت البصل بالليل تحت مخدتنا وننام، ونصبح الصبح بقى بتقولك ده بقى اسمه سبت النور. ما اعرفش، دي كانت عادات وتقاليد عندنا الاول في شم النسيم او في عيد الربيع. نجيب الرعراع اللي مع روفان ده من الغيط، ده ريحته حلوه قوي، عامل زي ريحه النعناع، ريحته قويه كمان. كنا بنجيب منه كتير، كل واحد بتجيب شويه كده ونعلقوه ونربطوه ربطه ونعلقوه قدام باب البيت كده، وانا بقى تمام. ونبيت البصل الاخضر تحت المخده، ونصبح يوم السبت من بدري نقوم بدري نرمي البصل في البحر. هوريكم البحر اهو، استنى بس ما نعدي. شايفين البحر ده اهو، ما كانش بيبقى فاضي كده، شويه ميه صغيرين كده، كان بيبقى مليان ميه لحد الجروف. والميه الاول كانت نظيفه وكانت بتبقى رايقه، فكنا نصبحوا نقوم من النوم من حوالي الساعه 5 كده، الساعه 6
قبل الشمس ما تطلع كل واحدة تاخد بصلايتها بنفسها وتروح ترميها في البحر زي الهنود، ونروحوا بقى البنات يتكحلوا كحل حراق كحل حامي. ليه يا ستي؟ تقولك علشان يثبت النور في عينيكوا، ولا ثبت النور ولا ثبت حاجة خالص. ويوم الحد بقى عادي، ويوم الاثنين ده بقى كنا نصبحوا بقى نعجنوا عيش قمح ونفطروا بقى ايه فسيخ، والعيال تلون بيض فسيخ وبصل وعيش قمح. كل اتنين فيه شم النسيم. هو 2 مرة واحدة بس في السنة، 20/4 هو عيد الربيع. اللي كان عنده العادات والتقاليد ديت او لسه بيعمل حاجات شبيهة لكده او بيعمل الحاجات ديت يقولي. احنا رحنا جبنا فول من الغيط وروفان كلت توت. انا صايمة طبعا، بس انا للاسف بقى ايه ما كلتش توت طبعا لان انا صايمة. واللي زعلني كمان ان انا رحت مخصوص عشان اجيب فول اخضر. هوريكم الفول بعد ما نروح، وهنقطع الحصيرة الجبنة مع بعض. بحب الجبنة اللي انا عاملاها قوي، بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. يلا نروح الاول يا روفان علشان احنا كده. بس والله البلد شكلها جميل قوي. ايوه انا افتكرت الشجر واللي كان في مسلسل اسمه كفر دلهاب. الكيسة هتجيبي توت منين؟ ده التوت ده اهو، التوت ده اهو مليان ابو قردان شاخخ على الشجره. التوت اللي على البحر والشجر اللي على البحر ده كله ابو قردان معشش عليه ومخليه تعرفي تقفي حتى تحت الشجره. يلا يا جماعه عشان لما نروح نكمل مع بعض واوريكم الفول اللي احنا جبناه. عايزه تشوفي التوت الاحمر؟ انا عارفه ان التوت احمر، بس هوريكي شخاخ ابو قردان عليه عامل ازاي. بصوا التوت احمر اهو. باين يا روفان؟ باين توت احمر اهو. استنى بس انا مكبرها لكم شويه اهو. توت احمر، الشجره مليانه توت احمر والعيال بيجوا ياكلوا. اوعي تاخدي منها حبايه. بصي الابيض اللي عليه ده. بصي الابيض. لا ابو قردان مبوظ. بصوا ابو قردان بيقف على الشجر، ما عادش بيسيب البلد. هو ايه؟ زباله وقرف. حوش ايدك. يلا نمشي. بصي عارفه وانا بجيب الزرع انا هبوريكم. انا جايبه شويه ورد بلدي وشويه زرع جمال قوي عشان ازرعهم واحطهم في البلكونه وفوق السطح. وجبت الشجره اللي انا كنت حاجزاها الاسبوع اللي فات اسمها كينك واه، جبتها للبرتقال اللي مستورد دي. وجبت ورد بلدي مستورد جميل قوي. بس جبت شجرة مسك الليل عشان احطها قدام البوابة عشان تدي ريحة حلوة بالليل. بس للأسف بيقولوا لي ايه العيال الصغيرين هيقطعوها لك وهيبوظوها لك. فانا مستنية بعد الفرح اللي جيراننا ما يعدي، علشان الفرح ده هيبقى فيه اطفال كتير. ربنا يخلي ويتم مع الجميع بخير يا رب. فبيبقى فيه عيال صغيرة فيهم الشقي وفيهم اللي مش شقي وفيهم ده وفيهم ده. فعشان كده انا مش هزرعهم الا بعد الفرح ما يعدي عشان يبقى الدنيا هدت. بص ابو قردان واقف على الشجره هناك اهو. واقف وسط الشجره زي ابو قردان اهو، واقف ما عادش بيسيب البلد، عاد هنا على طول. وصلنا البيت بتاعنا بسلامه الله. تعالي بس اما نشوف ستك عامله ايه ويودوا لها الرعراع. مش انت جايبه لها شم النسيم؟ اتفضلوا. عايزه لك قرن نشف يا ايه، نشف يا ايه، ما عادش تاكل يا ايه. شم النسيم يوم الاثنين مش يوم السبت. النور يوم السبت، يوم الفرد. ازيك يا نسا ياسمين؟ اول العيد بتاعي قول الله يسلمك. انت خايفه تخرصي صوتك هيطلع. ياما انا جبت لك جلوين. هاتي يا بنت الشنطه. بس بصي جبته بصعوبه. استنوا. والله ينشف. وجبت لك سريس. جبت لك كاكا يا بابا. اتفضلي. ايوه كده قولي لي ازاي تنجبري اي حاجه. افطري وادعي لي يا حاجه. وجبت لك عود رعرعه عشان شم النسيم. وعيدي معايا الذكريات بقى.
انت كنت بتعملي فينا ايه في شم النسيم يوم؟ كنا استني يا بيه. بنقوم بدري اه نملوا ميه من الفجر يوم شم النسيم، ونجيبوا الرقراع دي ونعلقوه على الباب ومعاه بصل وورد. طب انا فاكره يما، انا فاكره، بس الكلام ده مش فاكره كان يوم شم النسيم ولا يوم الجمعه. يا بنتي يا أم يا بيه كان يوم الجمعه اللي قبل شم النسيم يما، ولا يوم سبت النور؟ بصي يما، انتوا كنتوا بتخلونا نبيتوا بصل تحت المخده وتقولوا لنا قوموا بدري ارموه في البحر، صح؟ كان يوم ايه بقى؟ ما كانش غالي يا ياسمين، كان ببلاش. والله كانت ست الله يرحمها يقولوا لنا روحوا هاتوا بصل اخضر من الغيط وهاتوا رقراع. خدي يما كيسه، اوعي يا بنتي سيبك، خدي يما الكيسه اهي يما. انت زعلانه ليه؟ وفري نفسك يا ايه، احنا هناخد الدعوات بحالها وما انتش واخده ولا دعوه، ولا دعوه واخداها الليل، الدعوات كلها رايحالي. زعلي زعلت يوم انا جايبه لك شم النسيم. خايفانه خايفانه هي المتابعات يا اختي. كذبه على علي. كذبه على علي. يا ني تعبانه يا اي خدمه ياما. السنتر علي ومين مش عارفه علي ومين كده. كانت بنتي واخداها عشان تجيب فيها توت، بس كلت التوت. رايحين فين يا ولاد؟ الفرح. ليه هو في فرح دلوقتي يا ولاد؟ بطلوا تعكوا في بيوت الناس. خدي يا بنت انت وهي. هو ده بس اللي انت خدتيه؟ الله يكسف فيك. هتاخدي لك قرنين يا بيه. خدي لك يما كبشه اهي. ما فيش طاري. خدي لك كبشه. مش عايزه ده ناشي. طب حطهم يما، خدي. حطهم يما. هو كحل يا بنت. انا كان نفسي اكل فول مع جبنه وقشطه، بس منه لله اللي منه السبق. قومي يا بنتي بقى، قومي يا بنت. يا خدي يا ايه. بصي يا ايه، الفول ده كاحل ما يتاكلش كده. ما انا بقول. بصي عارفه مين اللي بياكلوا الفول ده كده يا ايه؟ مين يا ايه؟ وحد كمان نسال ام كويت تقول لك. طب اسالي الست كويت تقول لك. الحمير. الحمير اللي بتقرقط. هو دلوقتي بقى طعمه البنت حطته من ايديه. كلي يا بنت. صحيح نشف يا بنتي ولا الحمير واحد. واحد يا ايه، مفيش فارق. كده ما تاكليش خالص. واحد. خد يا محمود. يتعمل يا طعم. محمود ما حنان خدت شويه. بصي انت لو كلت لك 3 قرون حلوه ازاي؟ يا روحي. لا ده انا بصي 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 عينه سودا ازاي. بصي عينه سودا ازاي. بصي عينه سودا. الفول الناتت. الفول الناتت يا بنت. ما كفايه اكل يخرب بيت ضبطي. انا ما بهزرش يا بنت. بصوا انا عايزه اكل منها كده جبنه كده مع قشطه كده، انا بحبها كده. وكمان كان نفسي اكل معاها فول اخضر، وجبت الفول الاخضر، بس مش هكدب عليكم بقى الفول الاخضر نشف ما بقاش اخضر. بحبها كده يا جماعه. هو ده فطاري النهارده، وهي دي الجبنه اهي. لو عايزه ترشي عليها ملح خفيف وتدخليها التلاجة هترشي عليها ملح خفيف وتدخليها التلاجة وتستخدمي منها. عايزه تشرشيها بقى وتعملي منها جبنه قديمه هتلفها بالملح كتير وتسيبيها لحد ما تسرد الشرش بتاعها، وبعد كده وتنشف معاكي، تقومي تحطها فين؟ في المش، وتبقى انت كده عملتي احلى جبنه قديمه عندك انت في البيت، حاجه نظيفه. لكن انا بالنسبه لي هخليها كده اكل منها كده طازه كده، نسحر منها ناكل منها. وكمان الجبنه والقشطه انا مش عايزه، انا عملت زبده ومش محتاجه زبده، هاكل منها كده بس معاها مع بعض كده وخلاص. بس يا جماعه يبقى احنا كده عملنا اللي نفسنا فيه، وربنا يديم علينا النعم يا رب اللهم امين. الرقاق الطري والخيار والفول، بس للاسف الفول نشف، وقشطه مع جبنه، ولو في كمان بيضتين مسلوقين يبقى الدنيا تمام، يبقى احسن فطار واحسن غدا واحسن عشاء، ونعمه ربنا يديمها علينا. ودي الجبنه بتاعتها اهي